السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم القضيه ديالنا غتدينا الاقليم ازيلال، وبالضبط منطقه تنصريفت بجماعه اسكسي. كنتمنى نكون نطقتهم مزيان. البطله د القصه ديالنا اليوم الاسم ديالها حفيظه، من مواليد 2001، العمر ديالها 21 سنه. حفيظه شابه زوينه بزاف وكتميز بالاخلاق ديالها الحسنه. كتنتمي لواحد العائلة جد بسيطة يتيمة الأم، عايشة مع الأب ديالها وزوجة الأب وخوتها. الأم ديالها ماتت من بعد معاناة طويلة مع المرض. من بعدها بمدة قصيرة تزوج الأب ديالها، وكانت زوجة الأب كتعاملها أحسن معاملة، لا هي ولا خوتها. مهم كانوا عايشين مزيان واخا الفقر، لكن حامدين الله وقانعين بداكشي اللي عندهم. في بداية 2022 حفيظة تقدم لها عريس، وكانت حفيظة فرحانة، لكن للأسف ما كملتش الفرحة ديالها ملي عرفت أن هاد الخطيب اللي جاها عنده زوجة وبقاها هي الزوجة الثانية. هاد الخطيب الاسم ديالو عبد الرحمن، في عمره 50 سنة، والزوجة ديالو الاسم ديالها عايشة والعمر ديالها 43 سنة. مزوجين أكثر من 20 عام، لكن الله ما رزقهمش بالولاد. عبد الرحمن عنده كل شيء في الحياة، اللي كان خاصو هما الولاد. 20 عام وهما كيحاولوا كيمشيو عند الطباء، لكن والو، حتى اللي قال لهم كلوا هاد الحاجة أو شربوا هاد العشبة هادي راه كتساعد على الإنجاب، كيشربوها لكن والو. ملي شاف مراته وصل العمر ديالها 43 سنة، استسلم للأمر الواقع وعرف أنه ما بقى عنده أمل يكون عنده الولاد. لكن الزوجة ديالو فكرت ليه في حل، ألا هو يتزوج الزوجة الثانية باش تولد ليه. ومن بعد ما فكروا مزيان لقاو هذا هو الحل المناسب، وبداو كيقلبوا على شي بنت الناس اللي غادي تقبل ليهم تكون الزوجة الثانية، واختاروا حفيظة، وخا هي صغيرة على عبد الرحمن ب30 سنة. حفيظة والعائلة ديالها كانوا مترددين في الأول، حيت شافوا الراجل كبير عليها بزاف في العمر، لكن من بعد ما شافوا الزوجة الأولى هي اللي جات تخطب، وفوق من هاد الشي كتزوق في حفيظة وعائلتها باش يقبلوا تزوج براجلها، وقالت ليهم بلي غتعاملها بحال بنتها وغتهلا فيها وما غيخصها حتى خير. وقالت ليهم بلي هي كتبغي راجلها بزاف وبغات تشوفه فرحان وتشوف وليداته، ما همهاش مع من، المهم غير يكونوا عنده الولاد، وراه ولادو ان شاء الله مع حفيظة راه غادي يكونوا ولادي حتى انا. كذلك الزوج حتى هو طلبهم باش يقبلوا، وقال لهم باللي غادي يديرها في عينيه وما غادي يخصها حتى خير. حافظة بسبب الضغوطات من عبد الرحمن والزوجة ديالو، وايضا بسبب الظروف المعيشية ديال عائلتها، قبلت تزوج. ومن بعد مدة قصيرة تم الزواج، وانتقلت حفيظة لدار راجلها، وكل شي كان زوين في الاول، عايشة بخير مع راجلها وحتى مع الضرة ديالها، كانت كتعاملها مزيان، وكانوا كيديروا النوبة على الشغل ديال الدار وحتى على الشغل اللي على برا، لأن راكم عارفين العيالات في القرى مساكن كيضربوا تمارة بزاف. وكذلك هاد الشي كينطبق على حفيظة والضرة ديالها، حتى هما كيسقيو الماء وتيجيبوا الحطاب وتيسرحوا الغنم. المهم كل شي كان غادي مزيان، لكن من بعد مدة قصيرة بزاف كل شي كيتقلب، والضرة ديال حفيظة ولات كتعاملها بواحد المعاملة خايبة، وكتقول ليها بلي هي اللي سبقتها للدار، اذا الدار ديالها وحفيظة عايشه عندها، يعني خاصها دير كاع داكشي اللي كتقول ليها. ولات الضره كتعامل حفيظة بحال الخدامه، وكتقول ليها انت صغيره وانا كبيره عليك، يعني انت اللي خاصك تمشي تسقي وتجيبي الحطاب وتسرحي الغنم. فحفيظة واخا كانت كدير الشغل اللي على برا كامل، فملي كترجع كتلقى الضره موجده ليها شغل اخر حتى في الدار. المهم كانت مكرفسة عليها بزاف. حافظة ما كانش عجبها الوضع اللي كانت عايشة فيه، ودائما كتهز التليفون ديال راجلها وكتهضر مع عائلتها، كتقول لهم باللي هي عايشة مكرفسة وما مرتاحاش، دائما في الصداع مع الضرة، وكتقول لهم باللي ما كتعاملهاش مزيان. وايضا شحال من مره غضبات وشحال من مره مشات لدارهم، لكن في كل مره كتغضب كيرجعها راجلها لبيت الزوجيه. وكان اخر مشكل بيناتهم هو ان الضره مشات عند عجوزتها وقالت ليها باللي حفيظة سرقت ليها واحد المبلغ مالي كانت حاطاه في البلاكار ديالها. وحفيظة من بعد ما سمعت هاد الشي طلع ليها الدم وما رضاتش تهمها الضره بالسرقه، لكن قدروا العائلات بجوج يهدنوا ما بيناتهم، عائلة الزوج وعائلة حفيظة صالحوهم بجوج،
وكل شي رجع مزيان كيف ما كانوا عايشين في الأول. في بداية 2023 بالضبط 2 يناير 2023 حفيظة كما ديما خرجات سقات وسرحات الغنم. ملي رجعات لقات الضرة دارت كسكسو العشاء، تعشاو مجموعين، تعشاو غير بجوج بيهم لأن عبد الرحمن مشى مع الأم ديالو لواحد العراضة عند خوه. مهم حفيظة من بعد ما تعشات هي والضرة ديالها مشات للبيت ديالها وسدات عليها. الزوج كيجي في واحد الوقت متأخر من الليل وكيدخل عند الزوجة الأولى ينعس. ملي فاق الصباح مشى باش يفيق حفيظة باش يفطروا، ما لقاهاش. قال اكيد غادي تكون غير في شي بلاصه في الدار او غادي تكون مشات تقضي شي شغل على برا. لكن ملي قلب عليها في الدار ما لقاهاش، وايضا مشى لعند الجيران سولهم كاملين لكن حتى واحد ما شافها. قلب الدوار كامل بدون جدوى ولا اي خبر. عيا ما يقلب وعيا ما يسول على حفيظة لكن ما كاين عليها حتى خبر. حفيظة تقول تشقت الارض وبلعاتها. هنا عبد الرحمن ملي ما لقى حفيظة في الدار ولا في الدوار كامل خاف بزاف، لكن قال مع راسو اكيد غادي تكون مشات لعند عائلتها. هز التليفون واتصل باب حفيظة وسولو واش جات عندهم، لكن هنا الاب جاوبو قال ليه ما جاتش عندنا وما شفناهاش كاع. عبد الرحمن قال الاب راه حفيظة ما عندناش حتى حنا وعيينا ما نقلبوا عليها لكن ما لقيناهاش. هنا حتى عائلتها تخلعوا عليها وجاو للدوار فين ساكن عبد الرحمن وبداو كيقلبوا عليها حتى هما لكن بدون جدوى، ما لقاو عليها حتى خبر. وقع هاد الايامات 2 3 ملي وقعني الاثنين تفخت الدوم لا عاودتي لي زهوري كتحسا. امتى اختفات حفيظة؟ تحسا اللي ديت ولا نشرب اتاي نسوس شسون نتش تقيم شويه تجبد الباب ناك الله يعاون تدو ورد راس فيه غير تفخس البيت نسيت تدات في الله اعلم. واخا تجميلي لنا اختي. قالت لك نهار 2 في العشيه هي اللي كانت سارحه حتى قرب المغرب وصلات شربات اتاي. درت انا اللي درت العشاء دارت كسكسو. قالت لك تعشينا، مني تعشينا خرجات سدات الباب. انا بقيت في ديك البيت، هي خرجات ما تليت عرفت واش مشات للبيت واش مشات لشي بلاصه. داكشي اللي يعني هاد الوقت فايت العشاء يعني بالليل تكون فايت العشاء ولا عد العشاء ما عرفتهاش فين مشات. ما قالت لك ما عرفتش فين مشات. خرجات سدات الباب ما عرفتها ما تبعاتهاش، كانت جالسه في البلاصه اللي قالت لك ما عرفت. من بعد درتي فوت من بعد درتي فوت للسطا نشرغه اللي نفضره قارت مغار تغرس يسين شردوريه زاد والد. قالت لك تا الصباح نط انا درت الفطور مع 6 جت الفطور. هذا الراجل بدا تيعيط عليها ما لقاهاش مع الصباح ديك الساعه بداو تيقلبوا. من بعدها مشاو العائلة بجوج لعند الدرك الملكي وسجلوا قضية بحث لفائدة العائلة. هنا الدرك الملكي تحرك في البلاصة وبداو البحث ديالهم. في الأول سولوا العائلة والجيران والناس اللي ساكنين في الدوار ياك ما كاين شي واحد شافها طلعت في شي كار أو شي طونوبيل، لكن حتى واحد ما شافها كاع في داك الصباح. داز 3 أيام وحفيظة ما عليها حتى خبر. في النهار الرابع رجعوا الدرك للدوار وتقسموا المجموعات بمساعدة عائلة حفيظة والساكنة ديال الدوار. طلعوا للجبولة ودخلوا مع الغابات، وكان واحد البير قريب شوية من الدوار كان فيه الماء صافي، لكن داك النهار لاحظوا أن الماء بحال موسخ أو لا بحال مخلط بشي حاجة. هنا ولد عم حفيظة هز واحد العود طويل وبدا كيخلط في داك البير باش يشوف ياك ما فيه شي حاجة. شوية وكتطلع الجثة كانت ديال حفيظة. لقاو الجثة ديال حفيظة في البير اللي العمق ديالو 5 متر. هنا تقسموا الناس على جوج. النص كيقول ان حفيظة انتحرات حيت بغات تهنى من ديك العيشة اللي كانت عايشاها مع الضرة ديالها، والنص كيقول ان حفيظة تقتلات وترمات في البير حيت لاحظوا على الجسد ديالها بعض الكدمات وايضا شافوا الدم في راسها. العائلة ديال حفيظة من بعد ما ساقوا الخبار تصدموا وانهاروا. بقات فيهم بنتهم اللي ماتت بديك الطريقة،
لكن ما تقبلوش بأن بنتهم تكون ماتت من طاحرة، وقالوا أكيد أن المقتل ديال حفيظة بفعل فاعل وليس انتحار، وكيحملوا كامل المسؤولية للزوج ديالها، وكيأكدوا بأن الضرة عندها يد في هذه الجريمة. العائلة ديال حفيظة اعتصموا أمام مقر الدرك الملكي بجماعة تاقلفت. كنتمنى نكون هادي تكون نطقتها مزيان. المهم العائلة ديال حفيظة اعتصموا أمام مقر الدرك الملكي كيطالبوا بفتح تحقيق والكشف عن نتائج التشريح الطبي. ومنين خرجت نتائج التشريح الطبي أكد لهم الطبيب أن الوفاة ماشي طبيعية، وسبب الوفاة هو الغرق. لكن لقوا في الجسم ديال حفيظة مجموعة من الكدمات، يعني الضحية تعرضت للعنف عاد ترمات في البير وهي حية، أي ماتت مقتولة. هنا الدراك بداو كيحققوا مع عائلة حفيظة وسولوهم فمن كتشكوا غادي يكون قتل حفيظة. العائلة كيشكوا بل متأكدين أن الضرة وعبد الرحمن عندهم يد في هذه الجريمة، خصوصا الضرة عندها المشاكل بزاف مع حفيظة، وأيضا حيت هما آخر وحدين كانوا مع حفيظة. الدرك من بعد تصريحات العائلة غادي يحققوا مع عبد الرحمن والزوجة ديالو، لكن كمتهمين أوليين في القضية، وغاديين يعمقوا معهم ويضغطوا عليهم في البحث. لكن كل واحد حقوا معاه بوحده وسبقوا بالضرة، وما هي إلا ساعات قليلة حتى اعترفت بكل شيء، وقالت لهم باللي هي والزوج ديالها عبد الرحمن اللي قتلوا حفيظة، وأيضا قالت باللي هي دائما في المشاكل معاها وأنها كتغير منها وحاقدة عليها بزاف. وقالت أن في ديك الليلة نض صداع بينها وبين حفيظة اللي كان في الأول غير بمشادات كلامية بيناتهم، لكن دخل الزوج عبد الرحمن وبقى كيضرب في حفيظة حتى سخفات وكان كيسحب ليهم ماتت. هنا هزوها وغادي يمشيو واحد المسافة طويلة حتى وصلوا لواحد البير اللي كان بعيد على الدوار، ورماو حفيظة وهي باقة حية. أما الزوج عبد الرحمن فاش حققوا معاه في الأول نكر وقال لهم أن هذيك الليلة ما كنتش في الدار، مشيت لواحد العراضة دارها خويا وعندي الشهود على هاد الشيء. قال لهم ملي رجعت للدار رجعت شوية معطل بالليل ومشيت ديريكت نعس. هنا الدراك سولوه قالوا لي كيفاش مشيتي نعستي بلا ما طمئن على الزوجة ديالك؟ قال لهم بلي هو موالف هكاك كيدخل الدار كيمشي ينعس ديريكت ما كيطلع على حتى وحدة فيهم. هنا الدراك واجهوه بالاعترافات ديال الزوجة وقالوا ليه غير اعترف، حنا راه عرفنا كل شيء والزوجة ديالك راه قالت لينا على داك الشيء كامل اللي وقع في ديك الليلة. عبد الرحمن ما كان عنده ما يدير من غير أنه يعترف ليهم بالجريمة اللي ارتكب في حق الزوجة ديالو حفيظة، وقال ليهم باللي قتلها ورماها في البير، ورجع للدار بدل حوايجو وعاد مشى للعرضة ديال خوه. من بعدها سولوه الدراك واش غير هو والزوجة ديالو اللي مشاركين في هذه الجريمة ولا معاهم شي واحد آخر. هنا قال لهم عبد الرحمن باللي كان أخ الزوجة ديالو الأولى. وهادو هما التصريحات اللي خرجت من عند الدراك، ومازال ما كاينه حتى حاجه جديده لحد الساعه هذه، لان القضيه جديده وباقى عند قاضي التحقيق. والاخ ديال الزوجه الاولى ما متاكداش واش هو مشارك معاهم في الجريمه او هو غير كان في الدار في نهار الجريمه، يقدر يكون ما شاف والو وما سمع والو حيت هو متابعينه في حاله سراح. اما الزوجين وضعوهم تحت الحراسه النظريه. اما بخصوص السبب ديال الجريمه كاين اللي كيقول ان الضره غارت من حفيظه حيت كانت حامله، لكن هذا الخبر ما متاكداش منه حتى هو. وحتى من العائله ديال الضحيه قالوا بلي ما عارفينش واش كاين الحمل ولا لا، لكن انا في نظري الا كانت حفيظه حامله فعلاش غادي يقتلها الزوج ديالها وهو تزوج بها غير على قبل الاولاد. وكاين اللي كيقول ان حفيظه هذه 8 شهور وهي مزوجه ومازال ما حملاتش، يعني يقدر يكون المشكل عند الزوج، ويقدر حفيظه من بعد ما عرفت ان الزوج ديالها هو اللي عنده المشكل في الولاد وشافت راسها باقة صغيرة طلبت منه الطلاق، وهو مرضاش وما بغاش يسمع شي واحد بهذا الشيء. داكشي علاش اتفق هو والزوجة ديالو الاولى باش يقتلوها. المهم هادو كيبقاو غير فرضيات، اما القضية باقة في التحقيق والحقيقة ما علم بها الا الله. فالله يرحم حفيظة ويجعل مثواها الجنة ويصبر العائلة ديالها. وصلنا للنهاية ديال الفيديو، كنتمنى نكون وصلت لكم القصة بطريقة واضحة.
إلا عجبكم الفيديو كنتمنى ديروا لايك، واللي مازال ما اشترك في القناة يشترك دابا ويفعل جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ثني حسان دو يتغدى غير في الليل. ذات الترغ أذور ثيري حق لا يودخ هذه التجمع صديق. يعني تيقول بأنه السيد حس بالحقرة، تقصح بزاف، تألم، راه الدموع ديالو كتعبر، واخا ما عرفش يعبر، واخا ما عرفش يوصل الفكرة بما هو مطلوب. السيد راه الملامح ديالو يعني والمشاعر ديالو والصورة ديالو كتعبر على كلشي بدون ما اسميتو. يعني السيد تيقول بأن الإخوان ديال حفيظة، الأخت ديالها والأخوات ديالها بجوج والأخ ديالها راهما حاليا في بكاء وفي صدمة، ما تيبغيوش ياكلوا، ما تيبغيوش يهضروا، يعني مصدومين مساكن، ما تصوروش وما تقبلوش بأن أختهم حفيظة مشات، وللأسف مشات بهذه الطريقة، يعني مشات بهذه الطريقة، مع العلم أن الأخت حفيظة الله يرحمها بحكم كان عرفوها يعني بحكم القرابة أنها هي بنت في قمة العفوية، في قمة التواضع، في قمة البساطة.